ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ دلوقتي انا اسيستنت. قولوا لي كده ايه رايكم في الاضاءه اللي انا عاملها دي، ويلا بينا نخش في موضوع الفيديو على طول. طيب بص، النهارده فيديو فاجر. ليه؟ عشان سالت سؤال فاجر من كتر فجوره نزلته على جروب الواتس اسالكم ايه رايكم وبتاع، وينزل فيديو كده. عايز تخش جروب الواتس؟ هتلاقيه تحت في الوصف. نقرا الكومنت كده عشان تعرف السؤال وتبقى معايا على نفس الخط. على السريع قوي. عبد الرحمن، عندي سؤال. هو انت لما كنت زينا كده كنت بتفضل كل شويه تسال كده وتقول لحد اكبر منك مثلا اعمل ايه ومش هعمل ايه وكده، صح ولا غلط؟ وكل الكلام ده لان حاسه ان المفروض نكون عارفين احنا ماشيين ازاي، فاهمني؟ حاسه يعني مش كل ما مثلا نبقى محتاجين ناكل نيجي هنا ونسأل بين قوسين عبد الرحمن هو انا لو اكلت بالليل ده هيأثر عليا في اللجنة؟ قفت القوس. فاهمني؟ احنا بنسأل عن كل حاجة حرفيا، فحاسس ان مفيش حد يعني بينجح قوي وبيكون توب بيعمل كده. ويا ريت اكون عرفت اوصل اللي عاوز اقوله وتكون فهمت، يا ريت. ويا ريت الرد واجب على كومنت زي ده عشان هو فاجر فعلا. بص بقى يا كبير، السؤال دوت ينقسم الى حاجتين، وخد بالك الحاجة التانية هنقسمها تاني، بس ركز معايا. ينقسم لحاجتين. اول حاجه هي سالتني هو انا كنت بعمل كده، ماشي، ده كده اول حاجه، اول جزء. تاني جزء، هي حاسه ان الناس الدحيحه بقى اللي مش عارفه ايه ما بيفرجوش على فيديوهات يوتيوب ولا بيسالوا والكلام ده، ماشي يا عم. طيب بص بقى يا كبير، حوار انا ده انا كنت بعمل كده ولا لا؟ صفر. ما كنتش بتفرج على اليوتيوب خالص ولا كنت بسال اي حد. ولكن ده لسببين. السبب الاولاني ان اصلا ما كانش في حد بينزل فيديوهات عدل. ما فيش. هو حرفيا ممكن كده تلاقي فيديوهات ثانويه عامه على اليوتيوب كله هم ممكن يبقوا 20 فيديو، دول هتخلصهم في اول اسبوعين بس، والباقي كله بقى حرق، ما تفكش على اليوتيوب خالص. السبب التاني ان انا كان عندي اخ كبير، يعني كل الاسئله اللي انا كنت محتاجها كنت بسالها له وخلصنا. والموضوع ده اخد مني قد ايه؟ اسبوعين. هم اسبوعين اللي قعدت اسال اخويا اسئله، وبعد كده خلاص ما بقتش بساله خالص. بساله بقى الاسئله اللي هي ايه؟ هو يعني سنتر؟ يعني هو يعني ايه كواد؟ يعني انا طول حياتي بالنسبه لي اصلا عمري ما خدت دروس في حياتي غير في ثانويه عامه. فالمهم ايه، انا بالنسبه لي ثانويه عامه يعني سنتر. فجاه كده اجي ادخل ثانويه عامه لقيت كواد بقى، وكواد ومش كواد وملازم. قلت له ايه الملازم دي؟ طب اجيب المعاصر؟ طب رضا الفاروق بطيء قوي اعمل ايه؟ طب مش عارف. كل الاسئله اللي بتدور في دماغك في اول اسبوعين دول. خد بالك، سايد نوت كده على السريع كده، انا نزلتها لك. يعني كده احنا تعادل. يعني انا كان عندي اخ اكبر سالته، انا عملت فيها اخوك الكبير، ونزلت لك في اول اسبوعين على القناه تقريبا الفيديوهات اللي بترد على كل الكلام ده، من اول ان انت هتنزل تروح السنتر لحد ما بتخربش الكود تقريبا، يعني فاهم كل حاجه. حلو قوي الكلام ده. كده خلصنا منك انت يا عبد الرحمن. نخش بقى على الجزء التاني ونقسمه حاجتين. نقسمه جزء واللي هو حته ايه، ان المفروض الناس الدحيحه الجلاده اللي بتجيب 90% اللي بتخش طب اللي مش عارفه ايه، دول اصلا عارفين كل حاجه مش محتاج يسالوا. الجزء التاني، ان احنا عبد الرحمن كل ما بنعوز حاجه نقعد نسال 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 نسال. نخش بقى في حته ايه، حته ان احنا المفروض نقعد نسال 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 دي غلط. غلط ان انت المفروض تقعد تسال يا اسطى. ليه بقى؟ عشان كده انا دايما بقول لك في فيديوهاتي كلها ان انا بحاول ابني معاك العقليه. يعني انا عمري يا اسطى انا ما جيت اقول اعمل كذا. عمرها ما حصلت. بحاول ابني معاك العقليه. بحاول ابني معاك العقليه اللي انت تدخل المشكله تطلع الحل، بدل ما تيجي تسالني وانا افكر واطلع لك الحل. طب خلاص انا بحاول اديك العقليه اهو، فاهمني؟ بحاول ابني معاك عقليه خاصه بيك تدخل مشكلتك تطلع الحل بتاعك، فاهمني؟ فبالتالي هل لوجيك ان انا كل حاجه افضل اسال؟ انا فعلا بيجي لي اسئله ان ديتيلز قوي يا اسطى. في ايه؟ ما هو اكيد انا ما يعني انت سالتني سؤال تفصيلي قوي 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 قوي، عشان انا ارد عليك سؤال وافي لازم اعرفك انت بالتفصيل قوي 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 عشان اعرف ارد. فهمت؟ فعشان كده انت كده كده لا مفر من ان انت تبني لنفسك عقليه تفكر بيها. وخد بالك انا نفسي ابني معاك عقليه ان انت تكمل بيها بقيه حياتك، مش ثانويه عامه، فاهمني؟ نرجع للموضوع ده تاني بس ثواني. نخش بقى على الموضوع التاني، وهو ان الناس الدحيحه بتبقى عارفه كل حاجه. إيه العبط ده؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. ولكن بقى خد بقى الاتي بقى. زمان كان العيال الدحيحه دي كانت بتسال ناس حقيقيه. يعني مثلا هو بيروح سنتر يسال اسيستنت، يسال المدرس، يقعد يسال ناس. هما بقى العيال الدحيحه دي امهاته امه تقوم مكلمه واحده صاحبتها مثلا ابنها خلص ثانويه عامه ويقعد يسالها، يقعد يساله الاسئله دي. عيال بقى دحيحه بقى، فاهم؟ انت عارف، انا عارف الناس ايه. الناس اللي مش دحيحه فاهم انا بقول ايه، اللي هو بقى يعني افوره قوي عشان بس يوصل لحد يساله كام سؤال. ده اللي كان بيحصل زمان. لكن دلوقتي انت مش محتاج كده. ليه؟ عشان انا جيت
حد بقى وقال لك اوبا يا ابني اسكت، اهدى. انا جيت المنصه، انا بقى ايه، شلت بقى كل الكرنج ده، حرفيا ما فيش حد بيعمل فيديوهات زيي، انا بقول لك، انا ما فيش. ليه بقى؟ عشان انا عمري ما قلت لك اعمل كذا، وكل المعلومات اللي انت المفروض تكون عارفها انا قلتها، يعني فاهم؟ يعني حتى زمان كانت فيديوهات، ودلوقتي كل ما الوقت بيعدي تلاقي الفيديوهات بتتغير، لان في الاول انت ما كنتش عارف يعني ايه سنتر، فطبيعي انا لازم افضل اديك معلومات اديك معلومات اديك معلومات، والمدرس ده والمدرس ده وازاي تقارن ما بين المدرسين دلوقتي هتلاقي الفيديوهات واخده طابع سيكا مختلف شويه، مثلا ثقه بالنفس، حاجات بقى ليها علاقه بالزمن، يعني مثلا ايه، الامتحانات خلاص على الابواب، عايز اعرفك ازاي اليوم او اليومين اللي قبل ما تخش اللجنه تعمل فيهم ايه، لان دول مهمين قوي، حرفيا دول ممكن يضيعوا مجهودك عادي والله العظيم. اليومين اللي قبل ما تخش الامتحان، يعني مثلا ايه، يومين وهتخش العربي، هتعمل ايه في اليومين دول في العربي؟ دي بقى الحاجات اللي انا ايه بعملها. جميل قوي كده الكلام ده. بعد اذنك عايز الخص كل اللي انا قلته. انا ما كنتش بتفرج على يوتيوب خالص، ولا كنت بسال اي حد، لان انا كان عندي اخويا الكبير، قعدت اساله اول اسبوعين، بعد كده خلاص استخدمت بقى عقليتي، لان اصلا ما فيش حد على اليوتيوب بيقدم لي عقليه، هو ده بقى السبب التاني، ان ما فيش حد على اليوتيوب اتفرج عليه اصلا. خلاص كده، نركب بقى، انا اركننا انا بقى، نخش بقى في حاجات تانية على السريع كده ونلخصها. ما فيش حد يا اسطى عارف كل حاجه، ولكن الدعايه الدحيحه دي كانت بتوصل لناس حقيقيه في الواقع تسالهم وكده، وده ممكن ما يبقاش عندك انت، فبالتالي انت بتيجي تسالني انا، بس انت بتسال غلط يا اسطى، بتسال غلط. انت المفروض تسال زي السؤال ده، او ده سؤال بناء عقليه يعني جدا، فاهم؟ يحترم. المفروض تسال اسئله صح، وانا اردد وابني لك العقليه اللي انت هتحل بيها مشاكلك. انت في الاخر انت اللي هتحل مشاكلك في الاخر، فاهم؟ فانا لو جيت حليت مشاكل، يعني انا يا جدعان، ما هو انا دلوقتي بيتفرج عليا مثلا 2000 واحد، الكلام بتاعي خلاص، لو انا يعني انا لو دخلت حليت لك مشكلتك، الكلام بتاعي هيحل مثلا مشكله 200 واحد، الباقي كله مش هبقى حليت له المشكله. لازم ابني لك العقليه اللي انت تستخدمها. كده لخصنا الكلام. بص يا رجاله، السكه ودوري، انا عارف انا بقعد اقول كده كل شويه، يا عم الفيديوهات اللي على اليوتيوب دي وحشه، فيديوهات ثانويه بص يا اسطى، في فرق ما بين فيديوهات لطلاب ثانويه عامه وفيديوهات ثانويه عامه. فيديوهات لطلاب ثانويه عامه دي فيديوهاتي، وفيديوهات احمد ابو زيد مثلا، وفيديو انا عملت له شير عندي في تخيل انا عملت شير لفيديو قناه تانية عندي في الكوميونتي، انا يا ابني مش يعني اللي هو المفروض دوت بقى منافسه وبتاع، طالما في فيديو محترم يبقى لازم الواحد يعمل له شير، لان فعلا الفيديوهات المحترمه قليله جدا. تمام. انا بس حبيت اوضح عشان في ناس تقول لك يا عبد الرحمن، انت تقصد مين يا ابني؟ اقصد كله يا ابني، هو كل فيديوهات وحشه؟ اكيد في فيديوهات بقى مدفونه كويسه، زي مثلا الفيديو اللي انا لقيته ده، فاهمني؟ آه... كان معاك عبد الرحمن ثاني اسيستنت، يا ريت تكونوا فاهميني. تمام. آه... كنت عايز اقول لك ايه، سلام.